أستاذ هادي، هذا مقطع من برنامج حضرتك يطبعون، وهو أحد البرامج التي تقدم على اليوتيوب ويرتفع سقف النقد فيها إلى حد كبير جدا. السؤال الذي أود أن أسألك إياه: ما الذي يجعلك وأنت تقدم برنامج بهذه الحدة في النقد؟ ولا الوضع صعب؟ وضع صعب ما تتخيل. يعني الواحد يقول الحمد لله أول شيء، بس الوضع صار في من أسوأ إلى أسوأ في السعودية. المعيشة صارت صعبة، والحياة يعني صارت صعبة جدا في السعودية. تتصور هادي الشيباني أنه ممكن يكون في برنامجك أي نبرة تفاؤل؟ في قدمنا مواضيع كثيرة فيها نبرة تفاؤل. توازنون ما بين النقد الحاد وأنه خلينا نشوف بعض الشغلات الإيجابية، ولا ما في؟ لا، على حسب. يعني ممكن يكون في شيء إيجابي يعني في وقت تحضير البرنامج أو وقت تحضير الحلقة، ناخذه، ما عندنا مشكلة. بس إنك تبحث عن شيء إيجابي أو إنك أنت داخل مثلا اليوم إنك تبغى تطلع شيء إيجابي، لا، على حسب المعطيات والأحداث اللي تصير في المملكة. طيب، 16 مليون مشاهدة أو أكثر ما شاء الله في اليوتيوب. أكثر الحين عدينا خلاص. هذا الموسم الأول. عديتوا كم وصلتوا ما شاء الله الحين؟ الموسم الأول تقريبا أكثر من 23 مليون. الموسم هذا تونا بادين يعني في 6-7 مليون ما شاء الله، يعني فوق ال30. الحمد لله. هذا النجاح تشوف أنه سببه إتقانكم ولا عدم وجود سقف الحرية؟ ما كذبت. أنا ولا أنت؟ لا، أنا ما كذبت في تقديم البرنامج. يعني قدمنا الحقيقة، قدمنا الواقع اللي قاعد يصير. يعني صدقك في تقديم البرنامج هو الذي جاب المشاهدات العالية؟ تقدر تقول. أنا بالنسبة لي شخصيا وفريق العمل في قناة صاحي ويطبعون، نعتمد على أن نطلع الحقيقة، أو خلينا نقول 99% من الحقيقة. أنتم تركزون في البرنامج على تقديم فقرات استنادا إلى ما تنشره الصحافة من أخبار أو تصريحات أو نحو ذلك. هذا الأسلوب سيظل مستمر؟ ما تشوفوا أنه أسلوب قديم وبدأ يتكرر كثير في برامج كثيرة في اليوتيوب؟ صار له 2 سنين يعني، تو لسه جديد له، لسه ما خلصنا منه يعني. وفي أفكار جديدة إن شاء الله في المستقبل. يعني الواحد قاعد يفكر ما يقتصر على الفكرة هذه إنه خلاص أنا بقتصر على الصحافة الفترة هذه أو التلفزيون. لا، لازم الواحد يطور من نفسه، من حلقة لحلقة تتطور المواضيع معنا والحلقات. حلو. والأفكار. أستاذ هادي، حضرتك يعني اسمك اللي تستخدمه ينتمي إلى قبيلة، والبعض انتقد على هادي الشيباني أنه في بعض حلقاته سخر من البداوة، خصوصا عندما سخر على المقطع الشهير في أحد القنوات الشعبية: أين هي الحقيقة الغائبة؟ والله لو تقلدنا إياه يعني. لا، هي المشكلة ما تجي، أنا أسميها خبالة اللي قاعد يصير في الاستوديو. يعني أحيانا أتخبل. مسألة إنك تطلبها مني الحين صعب يعني. ليش؟ عطنا شوية خبالة على وزن خنبلة اللي ما تجي المود إلى الآن يعني، ما دخلنا فيه. بالنسبة للسخرية بالعكس، ما سخرت والله، وأفتخر في قبيلتي، وشيء يعني يرفع الراس الواحد في قبيلة العتبان. طيب، ما كنت تسخر من مقدم البرنامج اللي كان؟ لا، هو أين هي الحدث اللي صار في مستشفى عرقة هو اللي يعني خلانا نقتبس الشخصية المقدم برنامج قناة الصحراء، واللي اعتذر له على الهواء يعني إذا زعل مني. خلانا نقتبس الموضوع هذا أو الفكرة أو الشخصية، الكاركتر اللي هو طلع فيه يقدمه. يعني كنا جالسين أنا والمعد، فقاعدين نشوف اليوتيوب، جت في بالي الفكرة إنه ليش ما نقلدها، وكتبناها في 5 دقائق. دخلنا الاستوديو، بس المشكلة إن جلسنا ساعتين أصور فيه، ما أنا قادر أمسك نفسي يعني. المعد اللي هو الأستاذ عبد الرحمن، أي سابقا عبد الرحمن بحيرة، الآن لا، في طاقم إعداد جديد مكون من محمد. زعلتوا مع عبد الرحمن؟ لا، ما تزعلنا، بالعكس الوضع حلو. بس يعني عبد الرحمن فضل الابتعاد عن قناة صاحي. طيب، سؤال ثاني ما يتعلق بيطبعون، منين جبتوا الاسم؟ مشتق من الطباعة. الصحافة تطبع، التلفزيون حتى الورقة. ما له علاقة بالدراسة أنه اللي يدرس واجد يطبع؟ لا، من الطباعة. من الطباعة.
هل تشوف أنه اشتقاقكم اللي يطبعون من الطباعة وتقديمكم لإعلام مرئي تحاولون تتكاملون ولا تنتقدون الصحافة في الأخطاء اللي تمارسها؟ هو شوف، في خلط، ترى احنا مش مقيدين على الصحافة بس يا أستاذ تركي. احنا مقيدين في الإعلام كامل، أو ما يطرح الإعلام، سواء من تلفزيون، راديو، تويتر، صحافة. بس الفترة أو المادة الأكثر عندنا للأسف في السعودية هي الصحافة. التلفزيون يعني قليل. البرامج قليلة، يعني مش زي مصر يعني. كم عدد المعدين في البرنامج الآن؟ حاليا 3 معدين. يصير في ورشة عمل اختيار وحضرتك تدخل معهم وأنا أيضا؟ مشارك معهم في الإعداد بس. أول ما كان في إلا معد واحد؟ لا، أول كان فيه علي الحميدي، برضو حسام طيري المخرج البرنامج، بالإضافة لي أنا وعبد الرحمن. طيب، حضرتك تقول أستاذ هادي الشيباني أنه 80% من الكاتب اللي لديك في البرنامج أنه البرنامج تميزه 80% من تميزه متصل بالكاتب الذي يكتب النص. فهل كون هناك أكثر من كاتب يمكن أن يغير نمط أو أسلوب البرنامج ولا ممكن أن يحافظ على هوية واحدة؟ لا بالعكس، شوف الكاتب أو الموسم الجديد اللي احنا قاعدين نقدمه الآن متغير تماما عن الموسم الماضي. سويتوا ورشة الآن؟ ورشة عمل، وأنا أشوف أنها أفضل لأنها مش محدودة بفكر شخص واحد، الآن بعدة أفكار. كل واحد يطرح فكرة نتشاور فيها قبل ما نطرحها. حضرتك تقول أنه الإعداد للحلقة يستمر أكثر من أسبوع. أسبوع تقريبا. كيف تمرون يعني؟ وش المراحل اللي تمرون فيها؟ صعب. عشان مهلك يعني، صداع. كم ساعة عمل كل يوم؟ بالنسبة لي أنا نجي من تقريبا 13 14 ساعة. إعداد لحلقة واحدة؟ لا عمل كعمل. بالنسبة للإعداد تقريبا يعني تقدر تقول للحلقة 30 إلى 40 ساعة. 30 إلى 40 ساعة، هذا كإعداد بس، ككتابة. وهذه النسبة تشوفها مرتفعة ولا متوسطة؟ هل كل برامج اليوتيوب عندهم هذا الاهتمام بالكتابة؟ ممكن في البرنامج الحريص على نجاح برنامجه أكيد بيتعب فيه يعني. طيب، هل ترضيك مستويات الحرية في اليوتيوب؟ إلى هنا أنت وين بتروح يعني؟ أنه عالية جدا. كذا كفاية يعني. أكثر من كذا تحس؟ أكثر من كذا لا، بندخل في أمور أخرى يعني. حضرتك تقول أستاذ هادي الشيباني أنه كلها أقول يعني. تكتب تقول أنه قناة صاحي تعتمد على الجودة وأن لديها أساليب رقابية عليكم. صح. كيف يراقبونكم القناة؟ ما في يراقبون المحتوى، مش يراقبون المحتوى يعني، مش يراقبون احنا. اقصد يراقبون العمل يعني بطبيعة الحال. ما يعرض، قاعدين يلاحقونكم يعني. ما يعرض في او ما يطلع للناس الا شيء يعني تم مراقبته وشافوه لإدارة قناة صاحي. تقول ايضا انت ان رقابة قناة صاحي اقوى من الرقابة على التلفزيون. ما تشوف ان هذه فيها مبالغة شوي؟ لا بالعكس، بس الحرية فيها اكبر. كيف التلفزيون؟ وش الفرق رقابة التلفزيون ورقابة صاحي؟ رقابة صاحي اوكي فيها حرية اكثر، لكن في يعني حرص لان الزلة الغلطة ب10 يعني في اليوتيوب، لان انت قاعد تتكلم على مستوى حرية اكبر، فالغلطة فيها يعني ممكن تقفل القناة. تعتقد أن القنوات الساخنة اللي أنت حضرتك قدمتها أو الحلقات الساخنة اللي قدمتها ساهمت في تقديم حلول؟ أنا ما أطرح الحلول تركي، وهذا سؤال يعني كثير يوجهونه لي الناس. إنه وش استفدنا منه؟ إنه وش استفدنا منه؟ أنا وجهة نظري إنه الوزير يعني أو المسؤول ليش يعني نصبوه في هذا المكان؟ هل هو مكافأة له ولا عشان يشتغل ويوجد الحلول؟ الحلول من عند المسؤول مش من عندي أنا. أنا أبين أو أبرز الخطأ اللي قام به أو قام فيه هذا المسؤول، أن أعدل أنت الخطأ. أما أني أنا أطرح عليه حلول، لا، حطوني مكانه أحسن يعني. عندك خطوط حمراء في البرنامج؟ فيه. وش هي؟ الوحدة الوطنية، الدين، لا إله إلا الله. شكلها خطوط بيضاء اللي ما تذكرها.
لا لا لا، الوحدة الوطنية والدين في حاجة ثالثة نسيتها والله، الله يذكرني فيها. عندي محظورات ثلاثة يعني في البرنامج. في طريقة تقديم حضرتك البرنامج. اللي حطيتها ولا إدارة القناة اللي حطتها؟ إدارة القناة، وأنا برضو مقتنع فيها شخصيا يعني. تقبل بهذه اللي هي الوحدة الوطنية والدين، والثالثة اللي نسيتها؟ الثالثة اللي نسيتها للأسف. طيب، هل تعرض موعد التصوير يعني للأسف يعني بدري شوي. هل تعرض هادي الشيباني لأي مساءلة رسمية نتيجة لا لما يطرحه؟ لا الحمد لله. أبدا أبدا. طيب، وين تشوف حالك بعد سنة من الآن؟ هل ستستمر على صاحي؟ أنت كنت عضوا في إذاعة محلية أيضا، في التلفزيون. وفي التلفزيون. يغريك أكثر مثلا تقديم برامج في اليوتيوب؟ أفضل، أريح، طالع طبيعتك. بينما تتكلف على التلفزيون ولا كثير. الإذاعة؟ في التلفزيون تكلف كثير. في التلفزيون تقدم. الحين متكلف أنت؟ لا بالعكس، عسى ما تكلفت. الحين فيني النوم بس للأسف. ترى الساعة 12 يعني، ما احنا قاعدين نصور. للأسف إن أمس يعني كنا سهرانين وجايين متأخر يعني في الطيارة. تسلم. في التلفزيون تقدم حتى المحتوى لما تقدمه ممكن ما تحس فيه، بس انك تقدمه لمجرد التقديم فقط يعني. وفي اليوتيوب لا تحس فيه. إيه تحس فيه. تحس فيه لأنه ردة الفعل مثلا. وأرفض إني أقدم مادة أنا ماني حاسس فيها. وعفوا، وش اللي المادة اللي تحس فيها، وش المادة اللي ما تحس فيها؟ على حسب الموضوع يعني. في مواضيع كثيرة أنا يعني ما حسيت فيها، وحتى طريقة تقديمها طلعت بايخة. في التلفزيون؟ لا في اليوتيوب. وترجع تقدمها مرة ثانية، لأنك تقول أنا أرفض إني أقدم شيء مش حاسس فيه. في اليوتيوب أنا أتكلم إنه ما أقدر أقدم إذا مادة أنا ماني حاسس فيها أو موضوع ماني حاسس فيه. ما أقدر أقدمه يعني، نشيله. وش تخاف منه في اليوتيوب؟ في التلفزيون الناس تخاف من الرقابة، تخاف من الرسمية، من النمطية. ما في شيء يخوف في اليوتيوب، بالعكس اليوتيوب أوضح، واضح، أرقامه واضحة، مشاهداته واضحة، انتقاداته واضحة يعني. حتى أنت لو قدمت يعني مثلا شيء ما عجب الناس، ما تخاف إنه الموضة تنتهي مثلا، موضة الاهتمام باليوتيوب؟ بالعكس اليوتيوب كل ما لي يكبر. بس إنه اليوتيوب للأسف إنه ما تقدر تفهم له، صعب. ما تقدر تفهم. متغيرات كثيرة. متغيرات اللي في داخل اليوتيوب كثيرة. وهذا مشكلة من مشاكل معرفة اليوتيوب في هذه مشكلة عندنا احنا نبي نفهمها بسرعة يعني. بس للأسف يعني اليوتيوب متقلب المزاج. زي مزاجتنا احنا ما نقدر نقدم، احنا مقفل أخلاقنا. أستاذ هادي الشيباني، شكرا لك على هذا الوقت. شكرا. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من شباب إضاءات. حتى ألقاكم في حلقة مقبلة، هذا ترك الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.